بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وألحقنا بالصالحين. جيش بينا ظرف زمان وظرف مكان كباسي مفعول كان ما ذكر وما منصوبات كان لأسماء سنبون فاصدبون باسي مفعول به ما كرت هل باسي سيدش ما كرت لقى مفعول مطلق كاتيت استدوم من باس كده استدين سر المفعول تي مفعول فيه يعني بيدوتي الظرف ظرف زمان وظرف مكان. أجرم يستدل ظرف زمان قال ظرف الزمان هو لأن بينا سيكر يعني ظرف زمان ما بس ما نسيا اسم الزمان المنصوب كاتي باسي ظرف زمان دكات زور زاروية اشتق دلالتي زمان دكا بلا منصوب نية برلوني مجرور به في ليلة مباركة في ليلة دمينسيا مجرورة راست دلالتي هر زمان دكا مرا في ليلة هي هذا دلالتي سي دلالة زمانه بلام أو شتي ما باز ذاك إندونيسيا ظرف الزمان دبت مفعول في اسم الزمان المنصوب سي منصوبة بتقدير في كأنما تقديرك يسلو لا بيج دادنين يعني فيها وبالتالي في قد ما ياكلوا أنا حرف جر ونيا قد ما ياكلوا إيشي ظرفية يعني إيشي أصلا كيسبوا ظرفية كاتليرش أقربيتو منصوب به لتقدير خود سدادني كأنما فيتيا في وجودها وكوتسي اليوم الليلة غدوة بكرة سحرا غدا عتمة صباحا مساء أبدا أمدا حينا وما أشبه ذلك. سيك دي نسري أنا معناها سيوتو زورن دي كت أسماء بابرين ظرف زمان دكات زور شيء مختص زور شيء مبهم مختص يعني سديارة اليوم يعني اليوم الليلة ديارة ما بس شيء غدوة ديارة ما بس شيء بكرة ما بس تكي ديارة شوية كي ديارة بالضبط كي ديارة سحرا غدا عتمة صباحا مساء يعني عندي شيء مختصة بلان كاتي قلت أبدا وأمدا وحينا أول شيء مبهمة يا وقتا يا ساعة أو أنا مبهمة. ظرف الزمان وظرف المكان استورو أقل بيما بكري لو أنا هو رابقين تنها باسي ظرف زماني بكين وأقول الظرف معناه معناه الظرف يعني وعاء حتى كاتي كتودسيا داوا تشتك دك ظرفكم دي يعني يعني أو اشتيا كاتلا اشتي لناو دادني لخوي دقري حتى بظرف اعتيادي اشتيا كبيدن إنسي باري ريزرفة شنامم دي ريزرفة شبارم دي ريزرفة كم نادي وباري ناونيم كات يعني وعاء اشتيكتيا لخود أقري. والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه بلان كاتيك نحاة أهل اللغة كأوكي اشتغال يعني النحاة بريتلو كسنوع لو زانا كتيا زانا علمي سنة نحونا كدرين بظرف زمان وظرف مكان سيا درين مفعول فيه وهو نوعان كدو نوعا ظرف زمان هنديشت زمان اشتكي لخود أقري زمان سيا دبتوي لبو أو اشتلنا أو زمان الروي داي كأنما تيا لخوي قتيا يان ظرف مكانك تيا شينك اشتكي لخوي تيا دقري وكو قلنا في المسجد يعني يعني مسجد تيا صليت في المسجد يعني كاتيك من يجمك تشتكي من لخوي أمني لخوي قرتيا تشتكي بوي عالبو من نناو تيا مزقوتك يا بوي ظرف مكان يكم عندنا سرير ظرف أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب يعني سيا تيكر على زمان المنصوب صفة زمانك سيكر دي هذا بتشبه منصوب أقد كان هذا دلالة لسر زمن بك بلا منصوب نبو مفعول سينيا مفعول فيه نيا دبي إلا سبي منصوبه بلفظ الضال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه كيساك أو يرون كينوا ما بس مانسي بلفظ الضال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه استعرنك بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية كاتقدرين فيها كلا سريقوت مانسي بتقدير في عند دلالة سدكا دلالة الظرفية دكا وذلك مثل قولك بونمون دليل صمت يوم الاثنين
فإنك يوم الاثنين ظرف زمان إن مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت كاتيك يوم بس منصوب بفعلكي تيا كاتوري صمت باشا سروجيكا يعني سكاتيك تو روجي سكاتي لا خول خورا قرتيا دري بقولك منصوب بقولك صمت منصوب بس يوم ما منصوب بقولك صمت كواتب بلفظ الدال على المعنى استاكا وهذا العامل الدال على معنى أو لفظا كصمتو دلالة لسكا دلالة المعنى كدكا كالروجكتي أو شتيتيا أو شتي لخوغرتي وهو الصيام صمتو دلالة سدكا عاملك الصيام والكلام على ملاحظة معنى في أقربته وكي قوتمان ذلك المعنى في أو معنايا لناويتيا لنا أو شتروا يدايا نما قلت يا يوم اثنين باشا قدمان لفظك الدالة لسات سمعناك قدمان دلالة لسر بالروجيبون باشا الروجيبون كلا تسكاتيك رويدايا الواقع ذلك المعنى في أو معنى لنا أو اشتتيا لنا أو كاتا تيا روددا دري إن الصيام حدث في ذلك اليوم المذكور كتيا أو روجتيا لنا أو روجة لنا أو روجة رويدايا استاك بلفظ الضال على معنى يعني أو لفظي كمفعول كيف منصوب دكا دلالة دكا دلالتي معنى دكا أو معنى تشترك لخوي دقري ظرفك أو معنى لخوي دقري يعني لنا أو تيا لنا أو كات أو شتا أو كارا رويدا بلان بخلاف قولك بلان ببيتساوانا يخاف الكسول باشا يخاف الكسول الامتحان يا يوم الامتحان كاتي كسكدة ترسي راسا استمانة كسيا ترسانا كاللبر روجكيا يان لبر امتحانا الامتحان روجكا ترسكي لخو دقري يا امتحانك لخو دقري امتحانك لخو دقري بو يدري بخلاف قولك أيساك يخاف الكسول يوم الامتحان فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان وليس معنى أنه يخاف شيئا واقعا في ذلك اليوم كاتيك دري قلت ما صمت يوم الاثنين يعني خذي بروجبنا كسيا ماشا وليس معنى أن يخاف بلان ليرسي أن فإن معنى ذلك يخاف نفس يوم الامتحان كلناو روجيتيا امتحانك ترسي كوعايا كسيا كالواقع ذلك المعنى في قطمان بلان لير واقع معناه كسيا لنا يقرون دايا واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين اسم زمان دبتسي دوزور الأول المختص والثاني المبهم مختص يعني تايبتا دياري كراوة كاتكا دري اللون دي تاكو اون ناو تشالينا مبهم سيا مطلقة نازان دري ما بس تسكاتيك وتسوختيك وديارنيا المختص أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان كبريتيا كمقدار كيتيا مقدار كاتكتيا دياري كراوة معين جاري كراوة سنورشي هي من الزمان لكاتي شي جاري كراوة دا زاندري تشندرا بلا مبهم ما دل على مقدار دلالة لسر قدر يقدكا لسر بلا غير معين بلا كاتكسي استري ساعة سندا يجار شيس خلقك بلا دريما من ان شاء الله كاتك ديملات كاتك كانجيا ساعت يك دو سه ساره بينزا ايواريني وروي او روي سبي ديارنيا ولا محدود هل وسنون كش ديارني نكرا دينا سرو مثال المختص هندي نمونه هنا تلو مثال مختص الشهر السنة اليوم العام الاسبوع او انا هم ينتيا دياري كراون ومثال المبهم اللحظة لحظة كاتك الوقت الزمان الحين وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه هودو شيان لروي إعرابه تيا تنها لروي معنى وتسيا إيش مختص غير إيش مبهم بلام لروي بون مفعول فيه هودو شيان سيدنا مفعول فيه وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا استعكدي لف أو لفظاني كأجرمي باسي كرديا كمحمد محي الدين سيدكا همود لبود سيدكا همود لبود يك بعض ذكاء الأول اليوم
يكم شد اليوم أو الرجع. وهو من الطلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما بس ما نسي كدر اليوم لو كانت الروج هردي تاكو أعادبي أو هو بيدرنسي الرجع اليوم. صمت اليوم كانت كسيدري صمت اليوم يعني لسكات يقدر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو كانت ذكاء صمت ذك يتسي فعله فاعل اليوم مفعول فيه لأن مفعول فيه اشتكيت الرداء نك لسر الرداء ماشي اشتكيت الركاتك. صمت يوم الخميس لسان صمت تيا يوم مفعول فيه الخميس مضاف إليه قلت ما العوامل قلت ما هر اسمك مضاف كري لبو اسم شديد بتتسه مضاف إليه. صمت يوما طويلا صمت دي سانسيا فعل فاعل يوما مفعول فيه طويلا بتتسه مضاف أجن مضاف إذا بمجرور به سيا أنفرم صفة والثاني أنقول مشكتان لوي نبي تمشاب كان بهيش مضاف إليه سيا منصوب نبي كاكا على نقول با حالة قوبا تأكيدا اشتكتان نقول بك منصوب با. والثاني الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ليليش ديار شوينه كي ديار اگر بيتو بري او شو دي ملات لسان وقتك الزورة بلان كاد لروي بيستار ساعتك تيا كاتك دياري كداوا. اعتكفت الليلة البارحة باشا اعتكفت سيدي ساعة الليلة مفعول فيه. اعتكفت الليلة او ليلة ديار نكرة ليلة باشا اي كلمة معرفة. اعتكفت ليلة الجمعة دميسيا ليلة اعتكف فعل فاعل ليلة دي ساندبت مفعول فيه يجدبت مضاف إليه. والثالث غدوة ماشى غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. لتسكعتك غدوة من وقت ما بين صلاة الصبح لكاتك يجب يعني دادت تاكو طلوع الشمس لو كاتك روج نهاتيها هم بيدوتريتي غدوة. زارني صديقي غدوة الأحد. زارني فعله شيء نوني وقايا يا كتبت مفعول صديقي شيء ايش كي كرديا شيء هاي تلاي شيء صديق بيتسه او ايش كي كرديا او عادي ايش لسمك هاي تلاي من غدوته تبتسه مفعول فيه او مضاف اليه. زارني غدوة زارني داي ادي فاعلك فهم تقديره هو تمام. غدوة دبتسه مفعول فيه. والرابع بكرة وهي أول النهار سرتاي الرجية سرتاي يعني كالرجل هات سرتاي كبيدة وسي بكرة أول النهار بداية رجل هادي روجي. أزورك بكرة السبت. أزورك شعر عبدك داي نبو أو غلط بو. أزور تيا فعل سيزاري خوست بيس فعل مانيا سيمانيا هيك شي درين وتوحل بجارنا فعل مضارعة مرفوعة يا منصوبة يا مجزومة مرفوعة دبني أدنى أداء جزمي لبيشنا أداء نزم باشا مرفوعة بس ضمة باشا فاعلك أنا كافة كتبت مفعول به كثر هاوستي مفعول به. بكرة مفعول فيه وهو مضاف السبت مضاف إليه. أزورك بكرة بكرتي كم معرفة بكرتي دومسيا نكري أو دني بكرة السبت ديم سردان ده كم سا بيانية كي زو روجشام أو دني ديم سردان ده كم بيانية كي أذا بيانية كديار يومي السبت يومي أحد كابري سليل الشيء ده هم روجتي خوي عماد بكم كميوانم دي. أزورك بكرة دايما مثل الشيء زاد عربيك أزورك بكرة أقعد عربي ما هو بمعناش مدري ما أزورك داي
فعل مضارع مبني نية مرفوع علامة رفعه وفاعله ايه انا ايه كعفة كده بدأت انا ازورك كعفة كده بدأت ماني مفعول به مفعول به ايه طبعا. والخامس كما قلت ما مفعول فيه تمام، يعني انت منصوب قلت ما ظرفه يعني انت دلاله ظرفيه ذاك بدل توايبري ظرف زمان وظرف مكان، يعني مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف مكان باشا شكون مفعول فيه تي معناها كيسيا عامتنا هم ظرف زمان دقريته هم ظرف مكان دقريته بلان قلت مفعول فيه ظرف زمان ظرف مكان باشا. والخامس سحرا وهو شيء آخر الليل قبيل الفجر كوتايشو بلان چند در كوتايشو ويشتي تقسيمات هي بلان بيش بانقداني فجر صادق. ذاكرت درسي سحرا شي اعراب ذاك ذاكرت درسي سحرا داي فرموا او ذاكر فعل ماضي مبني على سكون تاك ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل درسي كاتو ايش لشي كرديا تشتيك لبر كرديا كاتا درسي سي وقع عليه الفعل كفعلك تي لسري زي بذكريا كاتا بتس مفعول به باشا كاتا لتسكاتيك بوا شو وقتك بوا سحر انت مفعول فيه ظرف زمان. والسادس غدا وهو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه تيا معناه تيا دايك او روجي باش او روجي كاتو يعني او روجي كباش او روجي كيستاتوسيا تيدا يعني عندك بياني. إذا جئتني غدا أكرمتك شيء إعراب ذاك إذا جاءتني إذا جئتني غدا أكرمتك ذيك عكزيات إذا تيا أداة الشرطة طواوا جئتني فعل شيء فعل ماضي دي مبني على ت مبني على جئت مبني على الفتحية ده بتتسل يا بيلوي سيديش ده بتتسل اويت باشا قلت ممنون كنوني مقايا كاش مفعولي به جئتني إذا جئتني يعني تي تي فاعلك شيء يعني فاعلك باشا تقديره أنت باشا أو فعل دبتت ناري أداة شرطي تيا فعل الشرطة في ذكاء دري فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم تيا دبتت اسمي فعل شرطة باشا غدا مفعول فيه أكرم ده إعراب كزوان كفعل مضارع مرفوعة مجزومة منصوبة يا ده اللي يقرا اللي نهي مجزومة بس اشتاق مجزومي كرديا قال لي أداة شرط جزمة قلت من سن فعلي أداة سندي دو فعل رتسيا بي مجزومي كمان ده فعل شرط دومي عند بتجوابي شرط أكرم ده فعل مضارع مجزوم علامة جزمي السكون وهو فعل الشرط كضمير متصل مبني في محل رفع دبتسه فاعل كافة كش دبتسه ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به جواب بس نعم بس تو خو علاقة بونية بس فعلك فعلي شرط جواب الشرط أكرمتك باشا. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول شيء شوي بلان كاتك سرتايا كي تقول سأزورك عتمة
دي إعرابك بالي سأزورك يعني لبو دلالة مستقبلي شي قريبة فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والكاف تيا ضمير متصل مبني في محل رفع دبتا فاعل أنفرم دبتا مفعول به كافك عتمة دبتا مفعولي فيه. والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدأ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال يعني تكاتك دسبيدك صباحا لكاتك نيوي الشو يعني وقربيتو با مصطلحي دوازده بوا يكتيا لباشيك دبتت صباحا دبتت صباح اعتباري صباحي لو دكي تاكو دوازده يجي يك دقيقة يعني هم بيدريت صباحا باشا او هم الصباح بوشي سافر اخي صباحا يعني قربيتو بريكا كم سافر مكربياني لو اني ساعة سنبي يسا بس كابرا دري والله كاكا والله دوشوي يسوي لي هذا دوشوي تيا سفر مكردي بنا اصل وايتيا بري دوي بياني تيا سفر مكردي كابرا دري دوي بياني عناك ايواركي دكا كنجي دكا شوقي او بيدرينتي صباحا باشا نمونكتيا سافر اخي صباحا ده اعرابك ايه للوم اعرابك سافر فعل ماضي مبني على الفتح دي فتحة اخي شي سافر شي ايش كي كرديا اخي باشا دي اخ دري اخ دبتتسي ايه ده اعرابك فاعل مرفوع علامة رفعه ايه دي أخي دي أخي فاعل بس لو ضمك وديانا كتيا لمناسبة يا كاكا قد ما قربت يا باسم يكون سا مرفوع بيت العلاقة مشانك حتى مشانك كرتيا يا اي ورقت بيشكيت يا كسري وردقري كواتا أخ فاعل مرفوع علامة رفعه يا الضمة المقدرة ظهور لمناسبة الياء وهو مضاف والياء مضاف إليه صباحا مفعول فيه لا أول سريانية ماشي أول سرخاء حرك بالكسرة لمناسبة الياء هذا حرك بالكسرة مناسبة الياء. والتاسع مساء إواردك تكاتك وهو اسم لوقت الذي يبتدأ من زوال إلى نصف الليل لزوال الشمس كلا كانوا يجني ورود بي لدوايتيا كان يجني ورود بي نقدواين يجني ورو يجني ورو كتكاتك دبي زوال كزوال رود دا إنزل يجني ورو كاتك يجني ورو بو تاكو دوازده شو جنيوي شو همو بيدرين سه مساء هذا كابري قلتي وارد سر لي دم يعني دكاتة وقتك دياري كلا بلان لو وقتش فراواني تدايا تقول وصل القطار بنا مساء وصل القطار بنا مساء دي كاكا مصطفى دي اي بابا ايه تشيشتك وصل يكردي قطارة باكتيا وصل القطار بنا مساء مري با حرف جر نيبري با حرف جر با حرف جر لا اسم مجرور نايبري اسم مجرور نايبري وضميرة متصلة مبنية في محل جر مجرورة كمجرور جواب كان في محل جر مجرور باشا مساء مفعول فيه كزاني سكعت قطارك هات يجيشت سك زمانك لخوي قرتي او كاكاي كوصولي كرديا مساء مكاتا وبويتاتي لخوي قرتي كاتا دبت مفعول فيه منصوب شاء. والعاشر ابدا
وال11 أمدا، وكل منهما اسم لزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. ده بالنسبة لبو اسم زمان يشيء مستقبلي تدا ذري أمدا أبدا دلالة بلا غايتك يسيا لا انتهاء. أتو دلالتك زمنك بلان زمنك ديارينك دي أبدا طواب. بس أمدا كم تبقى قاعدين ما وصل. لو بكرنا القرآن ده هي أمدا بعيدا كاكا مشكلة بس لبرو يستاك خلق زيادة أبدا بكادين. لا لا سي داي لا بخوين هو ايه 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 لا كسيا طواوا دوايبي أصحاب فعله فعليك أي فعل ماضي داي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. فاعلك فاعله ضمير مستتر تقديره أنا. الأشرار نعم مصاحبة شبكم كإيش قيل صدقريه الأشرار مفعول سيا به باشا أبدا مفعول فيه. دوايبي سدري لا أقترف الشر أمدا ديك عكشوان لا نافي غير عاملة أقترف أبا دي فعل مضارع منصوبة مجرورة مجزومة منصوبة بس منصوبة با منصوبي أمش درين با منصوب نبي أنا مغلطة خوب بانية داي محمد منصوبة يا مجرورة يا مجزومة يا مرفوعة كمجزوم مجرور نابي وهيسو أو كده من السيدة ميني شهانة فاعل كيكا الشر كا قربيتو الشر دبا قر فاعل بعد ما مرفوع بأو منصوبة جاري فاعل كم لو بينو لا أقترف كاكا أو براج يعني من كسياري توجيه كسش لك عرستي كسش لك هرتنها بخوت زورك لا تأخير نوا يعني بزام كم زم مستوى جيش تشين ده كاكا أقترف فاعل كيكا وفاعله ضمير مستتر أنا الشر دبتسك كاك أحمد مفعول به لو عقربين له خودي دري من أو تناكم شركة كاتا اختيا خودي نكرنيش دك لسر شيء زي بزيبكوا لسر نكرنيش شركة دين أمدا مفعول فيه باشا. والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. استأمدنو أو غادك دسبيك النكاء تقاتق سيدكي بونا أبدا أمدا ابتداءكي ديارة لو كاتك قصكي دكي بلان كوتايكي تيا ديانيا بلام حينا كاك نسرتاكي ديارة سكاتك توشتي دكي نكوتايكي شي ديارة باشا وكوتي هذا كاك صاحبت عليا حينا من الدهر باشا داي كاكا داي لو كمان مستشير ذات كاك كسر شوية خوي خسينك يا باشا داي فهموا صاحبت فعل ماضي بلى مرفوع علامة رفعه فعل ماضي قد مرفوع نابي فعل ماضي إلا مبنية مبني فعل ماضي إلا نسيا مبنية أو بيدرين أو سرتاي كم درس بودا بس حزمت كربا أو كودا بيوشتا دراسة صاحب تيا فعل ماضي قد ما فعل ماضي بداوم تيا وقصانك مبنية لسرتسي سكون باشا تاو كوتاي بيان تا كده بتنسي تيا بخوي اسمه فعل ضميرة تيا يان اسمه يان حرفه يان سيا تيا دي ضمير مبنية معربة
همو ضميرك يا دري ضمير تزور ضميرك ضمير سان شيء معناه بو ضمير منفصل معناه بو ضمير متصل معناه بو ضمير مستتر معناه بو كعكا والله انا دبي هضم كي باشا تاكليرسيا ضمير متصلة مبنية بردام همو ضمير كان سنا مبني في محل رفع دبتسه لمحل دا دبتسه فاعل باشا عليا دبتسه دليل مصاحبة چه دكم چه يشغل زي ما زيت كذا عليا كوات مفعول سيا مفعول به سكاتك حينا دبتسه مفعول فيه من حرف جر الدهر عين المفعول فيه قين من حينا من الدهر مين تيا حرف جر دبتسه كاكا مصطفى الدهر دبتسه ايه كناك دلالة سيا دلالة الظرف كذا بران مين حرف جر ولا بشتوي سدي ايه دي دبت اسم مجرور وعلامة جري الكسرة ويلحق بذلك ما أشبه من كل اسم دال على الزمان أما أون نمونة ما نبو هنا برا أون نمونة نية بدري ويلحق بذلك ما أشبهه هروها شين كوتواني دبي وكواني حكمي دبي كهاوشي ويوانا من كل اسم داني على زمان هرنا اسمك مان هبيتيا دلالة ست تبقى دلالة زمان سواء كان مختصا سكتنها باس يعني مختص ما كان اون دنيا مثل تي ضحوة ضحى او كان مبهما مثل وقت ساعة ولحظة وزمانا وبرهة فإن هذا وما مثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه أو كان باس ما كفر أو أني كهوشي وي أو أننا دتوان ببنته ببنا مفعول فيه أقربيته ببنا اسم زمان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.